هلا وحبايب، تعالوا اليوم نسوي كليتشة أم التمر. طبعا عجينها يختلف من عجين الكليتشة العادية، يعني السمسم أو أم الجوز، تختلف هذه أم التمر. فهنا عندنا كيلوين طحين، حطينا كيلوين طحين ونخلناه. طبعا هنا ذبينا الخمرة، خاشوقة خمرة كبيرة. طبعا وهنا عندنا شكر، هنا عندنا الكمباودر، طبعا ظرفين كمباودر، ظرف 2 بيكنج باودر. هنا أنا عندي الهيل، خاشوقة كبيرة، أو تقدرون تزيدون بعد أكثر. أنا والله حطيت خاشوقة ونص هيل، يعني أحب طعمه وريحته. هنا أنا عندي شكر، حطيت 5 خواشيق شكر طبعا عليها، كلش كافي على كيلوين. 5 خواشيق كلش كافي، اللي هو الشكر. وخاشوقة همينة مليانة، هذا ملح، همينة هذا ملح. ماكو وحدة اللي ذاك المرة بالتعليقات، وحدة من المتابعات الحبيبات، هذا عندنا طعم شوكولات، عندي كان هم حطيته عادي. من المتابعات وحدة قالت لي يعني انتي تحطين الملح خاشوقة كاملة. اي طبعا ينحط لك خاشوقة كاملة. هنا أنا عندي زبدة، 3 قطع زبدة، 3 كلش كافي على كيلوين، يعني أنا مؤتمر دا أسويه. هنا أنا جيت أعجن، هسه نعجن بعد. أول مرة نسويها ندلكها بالزبدة، دلك زين لحد ما الطحين كله يصير عندنا الطحين كله مثل الرمل ويا هذا الزبدة، كله نسويه يعني نفركه بيه حتى يصير مثل الرمل. هنا أنا حاولت أسوي العجينة مثل الرمل بس بالزبدة بدون مي. هسه هو طبعا بالزبدة همينة أكو نسبة مي موجودة بالزبدة، نسبة المي هذا لا ننساه. هنا لا طبعا هو عجين كليتش أم التمر تختلف عن عجينة الكليتشات الباقية، تصير شوية دسمها أقل، حتى تكون يعني هي التمر أصلا احنا نسوي حلاوة بالدهن وبعدين نسوي، أكيد كلكم تعرفون، نسهيها على النار شوية، نقليها وشوية دهن وياها حتى تصير طعمها طيب، وشوية مي همينة على مود يصير لين، ويصير يعني يصير نقدر نحطه بالكليتشة حتى تصير ناعمة. هنا صارت فركتها صارت مثل الرمل، تشوفون اختفى عندي الزبدة تماما، اختفت عندي هنا تماما. هسه نجي عاد نجي نضيف المي ونعجن، نضيف المي ونعجن، نضيف على كيفنا على كيفنا، نضيف المي ونعجن. لا تنسونا باللايك والاشتراك. طبعا أنا انتوا تعرفون أنا دائما أسوي الكليتشة كل 10 أيام، تعرفوني. والله ما كان همين ببالي اني اصور، بس قلت يلا متابعاتي هسه يقولون هاي صار 10 ايام ما نشرت لنا، فانا انشر لكم اياه. والله هم يحتاج خلق طبعا، وان شاء الله يعجبكم وتجربونه وتستمتعون بيه. احنا هسه بشهر الصيف هذا الوقت، هذا الصيف طبعا النهار طويل ويحتاج واحد همين كليتشة العصرية شوية ياكل كليتشة ويا الجاي. هذا هنا عجنته خلصته بهذا الشكل، كان كلش حلو، العجينة صارت كلش جميلة وحلوة،
كلش صارت العجينة حلوة. هذا الشكل. طبعا اعذروني من هذا الصوت، عندي جيراننا دي يعمرون بيتهم وهذا الحس يجي، اعذروني. هنا خلصت العجين وعفناه هيجي حتى يخمر. هنا أنا سويت التمر مثل ما قلت لكم. احنا ليش ما نسويها حيل دسمة شو اسمه العجين اللي مثل ما قلت لكم انتم كل قالبين على كيلو، بس انا ما احط هنا، أنا حطيت بس 3 قوالب. ليش؟ لان انا عندي التمر دسم، قليته هنا أنا قطعت العجين الى قطع. هنا راح نسوي الكليشة. نبدي ورا ما خمر عندي العجين راح نبدي نفتح طبعا مسحت الميز مسحة زينة، وراح نبدي نسوي الكليشة بهاي الطريقة. نفتحها تلاحظون عجينة تكون مرجة شوية أكثر من يعني شوية أقوى من مالة الخبز. تصير هاي العجينة مالت أم التمر حتى يكون تقدر تقطب التمر، ما تصير حيل دسمة. تقدر يعني نقدر ناكل من عندها 2 و3 من ناكل. طبعا أنا حطيت وهي حلاوة التمر شوية مي وصارت لينة، وتقدرين يعني تمسحينها على العجينة تصير حلوة. وشوية هيل هم حطيت بيه. تقدرون إذا أنتوا عندكم دهن حر فتخاشوا قد دهن حر حتى يصير طعمها أطيب. هنا أنا لميته، طبقت هذا العجين عليه بهذا الشكل الحلو. طلع الهواء من عنده. تقدرين بالشيبك وتقدرين هيجي عادي. هنا أنا الصينية دهنت دهنة بسيطة، دهن يعني بسيط هيجي قليل. قطعت الكليشة وحطيتها بهاي الصينية بكيفك انتي، بعد الأشكال اللي يعجبك تسوينه وتحطينه. شوفي هيجي خفيفة. أنا دائما أحب الكليشة تكون خفيفة وحلوة، يعني مو ثخينة. هيجي بهذا الشكل، هذا الشكل الحلو. طبعا قصقصته كله وسويته. طبعا وطفت علي الكهرباء وقمت جبت فرن الغازي وسويته بالحوش بالفرن الغاز. انتوا تدرون بعد. هنا همين نفس الشي احط التمر. طبعا ورا ما تحطين المي بالتمر وتعجنيها تصير سهلة المسح يعني بالعجينة، تصير سهلة. تقدرين تلفين هالعجينة كامل وبعدين تفتحينه بالشبك ورا ما تلفينه وتقطعينه. هذا من هنا نقص الزايد، نقص الزايد بهذا الشكل يطلع عندنا هذا. ونقوم نقطعها تصير عندنا كلش حلوة، شكلها حلو يصير. شوفوا مثل البقلاوة تقريبا شكلها. شوفوا يعني طبقات تصير حلوة.
أني أشكر متابعيني ومتابعاتي على لايكاتهم، على إنهم يتابعوني. هنا خلصنا الكليجة وصارت بهذا الشكل الحلو، إن شاء الله يعجبكم وتجربوه وبأسهل طريقة تسووه. طبعا هاي بنتي تشوفكم، مدى تقول مثل سبونج بوب، تقول صار كله سبونج حلو يعني العجينة مالت الكليجة. طبعا اختمرتها مخمرة زينة، ومع السلامة، لا تنسون اللايك والاشتراك.